انعكاس في المحور، يقول اف اوف اكس بيساوي سالب. التخيل بتاعك انه ما يكون في محور اكس ولا واي. هيكون اكس. يعني مثلا لو كنت هنا سالب مثلا ايه 2 اس اكس مثلا. السالب ده اهو بيسميه انعكاس في محور اكس. تمام كده. لحظة، سجل بس طيب. ده اللي مثلا كده لوج اكس. السالب ده يسمى انعكاس في محور ايه اكس. طب لو السالب هنا يبقى انعكاس في محور واي. مم. يعني ايه؟ يعني لو كان مثلا ده محور اكس كده، في نقطة هنا هتنعكس هنا، انعكاس في محور اكس. ولو كان السالب هنا وده محور واي، لو في نقطة هنا تبقى هنا. تمام كده. مم. هو السالب. يبقى عندي سالب وسالب. انعكاس في محور اكس اما يكون السالب امام اللوج، امام اي حاجة. انعكاس في محور واي يبقى لو السالب مع الاكس هنا كده. لا بعد درس يا احمد، مش دلوقتي مش دلوقتي، عندي درس. تمام. طب يلا انا اديك دالة وتقول لي بقى ايه انعكاس فين، انعكاس فين. اف اوف اكس يساوي سالب 4 لوج سالب اكس. صفر التحويل اقول له بالنسبة للانعكاس يعني، هنقول له انعكاس في المحور. اول حاجة قابلتني السالب ده اللي هو بره اللوج خالص، ده المحور اكس. ثم انعكاس في المحور السالب التاني اللي هو بتاع ايه واي، اللي هو جوه القوس. تمام كده. طيب يا أستاذ. ماشي. انا عاوز اعمل لك بقى ايه ملخص كده للحاجات دي كلها. اكتبها لك ازاي بقى. عاوزين نعمل دالتين ونعمل لهم ملخص يكون مكتوبين. طب يعني اظن دلوقتي الحاجات دي كانت عامله عبء عليك كبير جدا. المقطع اكس والازاحه الافقيه والرأسيه والانعكاس محور السين وانعكاس محور الصاد، ده كان كله مسبب عبء عليك. مش انت لوحدك يعني، كل الطلبه، لان هو يعني عباره عن ايه يعني، لازم تعرف معنى الايه فين والاتش فين والاكس فين كده يعني. لكن الحمد لله دلوقتي بنسبه يعني 90% انت خلاص فهمت فين التمدد الرأسي وفين الازاحه الافقيه وفين الكلام ده كله، صحيح كده؟ أيوة يا أستاذ. طيب احنا بقى عاوزين في المدة اللي باقية من الحصة ديت نعمل مع بعض خريطة كده نكونها للدالة اللوغاريتمية والأسية، ونشوف مين كل واحد اسمه ايه. فأول حاجة نكون مثلا ايه الدالة اللي مثلا ايه اللوغاريتمية. يبقى هنا هنعمل كده الدالة اللوغاريتمية. طبعا أنا عاوزك برضو بعد ما نعملها
تقوم عامل ايه سكرين شوت كده، وتروح بقى ايه تحفظها بورقة وقلم. يعني ايه، بكرة مثلا كده تقعد كده وتكتب بقى الخريطة دي تاني، عشان خاطر في الامتحان ويكتب لك الدالة، فانت هتقول طب فين الاتش وفين الكي. انا كنت فاهمها في الحصة، بس انا نسيت فين اتش وفين الكي، فين المقطع اكس وفين المقطع واي. لازم، لكن لو انت كنت تكتبها بايديك في كشكول مثلا كده، يعني مرة واتنين هتعرف دي فين الاتش وفين الازاحة وفين الكلام ده. يلا اول حاجة بقى نكون ايه الدالة اللغة اللي هي عبارة عن ايه. اف اكس بيساوي الاي لوج اكس ناقص الاتش زائد اتش. واحدة واحدة بقى. أول حاجة نعمل إيه؟ ده هيكون اسمه إيه لو أنت فاكر؟ ها. ها. اللي هو تمدد رأسي. ممتاز، التمدد الرأسي. ماشي. لسه إيه الاتش؟ اتش اللي هو مين؟ الإزاحة الأفقية. ولها إيه سهمين كده، لو أنا لقيتها سالب يبقى ناحية اليمين، لقيتها موجب يبقى ناحية اليسار. هنا يمين سالب، يسار موجب. ماشي. طيب احنا عاوزين دلوقتي اللي هو إيه الإزاحة الرأسية، صح كده؟ يبقى هنكتب هنا الإزاحة الرأسية. جحا رأسي. تمام. هنكتب اللون ده كده مثلا، نجيب لون تاني. الإزاحة الرأسية اللي هي عبارة عن إيه؟ لو كانت الأعلى هتكون موجب زي ما هي، يبقى هنا موجب، يعني كانت دي موجب وموجب. لو كانت سالب هتكون لأسفل، يبقى هنا سالب. طبعا ممكن تكون دي موجب يعني، ودي برضه نفس الكلام. لسه لنا خطوط التقارب والمقطع إكس. كبر شوية كده، ممكن نجيبها نوات نحطها في حتة تانية. هنقول هنا خط التقارب إكس يساوي اتش. اتش والمقطع إكس هيكون اتش زائد واحد. يبقى لحظة نعمله بنفس اللون بقى عشان نجيب مهمين جدا ده. إكس يساوي اتش والمقطع هيبقى إيه؟ اتش زائد واحد. تمام. استنى إيه كمان؟ المقطع المقطع إكس، يبقى مقطع إكس. طيب ده بالنسبة لمين؟ للدالة اللوغاريتمية. تمام. فلو عندي مثلا دالة، يعني ناخد مثال الأول كده عشان قبل نكتب إيه؟ قبل ما نكتب الدالة الأسية. f of x تساوي 2 لوج x ناقص 7 زائد 3. أول حاجة عاوزين التمدد هيكون كام؟
سؤال لك يا اي. تمدد بكام؟ ال- التمدد الرأسي باثنين. وعاوز المساحة الأفقية؟ 7. آه، صح. مساحة أفقية. 7. آه، طيب، يمين ولا شمال؟ 7. اه، يمين ولا شمال؟ يمين. يمين. يمين صحيح. وعاوز المساحة الرأسية؟ مساحة رأسية بمثل 3 للأعلى. عاوز خط التقارب. اكس يساوي اتش، اتش بكام؟ اللي 7. يبقى اقول له هنا خط التقارب واقول له اتش يساوي 7. اتش يساوي 7. يساوي 7. لأن والمقطع هي المقطع اتش زائد 1. يعني يساوي 8. يعني تكون 8. 8. تمام كده. أيوة أستاذ. تمام. طيب، ده بالنسبة لكل حاجة عن الدالة اللوغاريتمية. بنفس الطريقة نروح نكون بقى خريطة عن الدالة الأسية. الدالة الأسية كده. اه، احنا نسينا حاجة هنا، خلي بالك. احنا نسينا الانعكاس. الانعكاس. نسينا الانعكاس هنا. اللي هو ايه؟ انعكاس في محور الواي ومحور الاكس. لو كان هنا سالب في الأمام، السالب ده اسمه انعكاس. لا، نعمله بقى كده ايه؟ يعني شكل كده أحسن عشان خاطر ايه؟ ده مهم. ممكن نعمله الشكل ده. هنقول عليه جواه كده انعكاس محور واي. السالب ده اهو، شايفه؟ انعكاس في محور واي. طب لو كان السالب هنا، مش احنا عاوزين نكتب دي في حتة لوحدها عشان خاطر ايه؟ ماشي. طب خلاص هنكتبها هنا. لو كان السالب هنا يبقى ايه؟ انعكاس محور ايه؟ هنا انعكاس محور اكس. عشان بس ما نخلفهاش سنة لحظة. انعكاس محور اكس. ودي انعكاس محور واي السالب ده. بس انا عايز اكتبها في حتة تكون في منطقة تكون ايه؟ ما يكونش كله مع بعض كده عشان ما ينتوش شكل. ما ينتبهش شكل البتاع. ممكن نكتبها هنا كده. بس الأول كده. آه يا يا لؤي، معلش اعمل كده لقطة الشاشة لقطة الشاشة سكرين شوت كده للخريطة ده ايه؟ بس مكبرة شوية عشان تشوف. استنى لحظة. اعمل كده لقطة الشاشة للخريطة دي كده. عملت يا أستاذ. تمام، سجلها عندك بقى واكتبها بنفس الطريقة كده. هنزود لها بقى في المنطقة دي كده اهو. اه تمام، معلش انا اسف، استنى. امسح السالب ده عشان امسح السالب ده كده. واعمل لقطة الشاشة تاني. ماشي. يبقى امسح بقى الأولانية اللي هي الصورة الأولانية. خليك في دي أول حاجة دي. بعد كده بقى هنضيف لها ايه التانية اللي هي ما يكون ايه؟ f of x بيساوي سالب a log. وهنا سالب x مثلا. كل سالب من دول بقى بيعبر عن حاجة. تعال نشوف هنا. السالب ده بيعبر عن ايه؟ انعكاس محور y.
طب والسالب ده انعكاس محور اكس. لا العكس، ده محور اكس وده محور واي. صح كده؟ انعكاس. أيوه. أصل حاجة في محور واي اللي جوه يعني. تمام. طيب اعمل برضو لقطة الشاشة لحظات عشان برضو يبقى انت كده ايه، شايف الامور كلها. يعني اعمل كده لقطة الشاشة الحتة الجديدة دي. تمام. أيوه أستاذ. متهيألي ده كل حاجة في الدالة اللوغاريتمية. نعمل بقى للدالة الايه، السي. الدالة الاف سي. أول حاجة عندي هنا اف اوف اكس يساوي اللي هي كانت A، وبعدين كده B، وهنا يكون اكس سواء بالجمع أو بالطرح، موجب أو سالب مثلا اتش، هنا زائد كي. ماشي. طيب هنا احنا عاوزين نعمل معنى كل شيء ال A ده التمدد الرأسي وعندنا هنا مش عارف مين اللي قاعد يخش ويطلع تاني من الطلاب. وعندنا البي هنا. انا قصدي بقى احنا ناسيين فعلا الاضمحلال الأسي والنمو الأسي. انا افتكرته دلوقتي عن اللي هو البي، اقول له يعني ممكن نربطه حالا دلوقتي. اوكي. طيب التمدد الرأسي والاكس من الاتش اللي هي ايه الازاحة الأفقية. يبقى نكتب هنا كده ازاحة أفقية. ازاحة أفقية. لو كانت موجب كده وشارب كده عارف الريال. وده ازاحة رأسية. كده. تمام. الأعلى أو الإيه أو الأسفل. ودي يمين ودي يسار. يمين لو كانت سالب، ويسار لو كانت موجب، اللي هما دول يعني. كمان احنا عاوزين المقطع، بس أنا خط التقارب والمقطع ايه آه واي. لأن هنا المقطع كان مقطع اكس، المقطع واي. أنا من كده من كده. المطلوب أول حاجة هنا خط التقارب. خط التقارب هيكون كي يساوي كام. وهنا المقطع كام اكس، المقطع واي هيكون كي زائد واحد. تمام. الكي يساوي كام، يبقى خط التقارب لازم يكون اكس يساوي كام بقى، واي بيساوي كام. واي تساوي كي، ده خط التقارب. والمقطع واي هيكون كي زائد واحد. نعمل بس ده كده أهو عشان تبقى ايه. طبعا هي دي الدالة
يعني بلاش رسمة كده عشان تبقى إيه واضحة. طب هات سؤال قبل ما نحل الحتة دي. لو قلت لك هنا f of x يساوي 7 في 2 x ناقص 4 زائد 5. ها، أنا عاوز التمدد كام؟ يبقى كام يا لؤي؟ تمد الرأسي يكون 7. 7. والزاوية الأفقية إزاحة أفقية إلى اليمين بمقدار 4. 4 وحدات. تمام. والإزاحة الرأسية 5 الأعلى، صح؟ إزاحة رأسية للأعلى بقيمة 5 وحدات. تمام. أحط هنا. تمام. خط التقارب اللي هو الكي، واي بيساوي كي، مم. الكي بكام؟ ب5. 5. يبقى أحط هنا واي بيساوي كي. وممكن أقول هنا إن الواي تساوي 5. ده خط التقارب بتاع الدالة دي. طيب مطلوب المقطع واي. يكون كي زائد 1، ده 6. يعني يساوي 6. تمام، ممتاز ممتاز جدا. طيب اعمل بقى لقطة الشاشة لل لدي. عملتها. أيوة يا أستاذ. طيب احنا عاوزين الانعكاس في محور ايه، ال- الاكس والواي. لو كان هنا يبقى انعكاس في محور ايه، اكس، صح كده؟ لو مم. كان سالب هنا أيوة. انعكاس في محور انعكاس ايه. حول إكس، وهذيك انعكاس حول محور واي اللي هو تمام. سالب تمام. إكس. تمام، فمش شرط نكتبها، خلاص احنا فاهمين دي. طيب ناقص ايه كمان؟ حاجة اسمها الاضمحلال الأسي. الاضمحلال الأسي والنمو الأسي حسب بي. لو بي دي أكبر من واحد، يعني مثلا لو كانت بي باتنين زي دي كده، يكون نمو نمو أسي. لو كانت بي مثلا بنص، محلال. اضمحلال. تمام، ممتاز جدا، ممتاز، جميل جدا. طيب بالنسبة للدالة الأسية اللوغاريتمية، الحمد لله. يعني أنا شايف إن أنت بسم الله ما شاء الله يعني تمكنت منها، تمكنت. باقي فقط الرسم. إحنا هنرسم إزاي؟ يعني مثلا لو جت دالة زي دي كده، هنرسمها إزاي؟ هنختار جدول، صح كده؟ من سالب أيوة. 2 ل 2 ونرسمها تطلع معانا كده. وإحنا عارفين الدالة الأسية بتترسم بحرف الراء، يا إما كده يا إما كده. لكن اللوغاريتمية لوج تبقى حرف الراء مقلوب، يا إما كده يا إما كده. طيب في الحالتين هنرسمهم بجدول واختار قيم مناسبة يعني. طيب وانت بترسم غدا ان شاء الله، قابلك مشكلة، يبقى الحصة الجاية انت محتاج حصة قبل الامتحان ولا كفاية الحصة ديت؟ عادي، يمكن نضيف حس. اوكي، مش انت امتحانك يوم الثلاثاء؟ أيوة. يعني انت محتاج حصة غدا، صح كده؟ أيوة. غدا عندك متاح الساعة كام؟ اللي لا، أنا بكرة قد استأذنت من الأستاذ، فبكرة بكون فاضي. اه يعني انت الكيمياء مش تاخد كيمياء بكرة؟ قد أنا كلمت الأستاذ والأستاذ قال لي تم. أنا عشان أصلا الكيمياء يكون يوم الثلاثاء، مو صحيح. الثلاثاء هذا اللي بعده. صحيح، لان المفروض الرياضيات اللي هم الثلاث، فالمفروض تبقى ذهنك حاضر فقط للرياضيات فقط. تمام. أيوة، فكلمته وقال لي تمام، فبكرة راح أكون فاضي يعني أي موعد يعني. تمام. طب لحظة بقى، هو احنا ممكن ننفع ناخد صباحا؟ تمام، الساعة كم؟ يعني ممكن مثلا ناخذ الساعة آه 10:30 عندكم، عشان تبقى ذهنك حاضر بقى ولسه ايه مصحصح كده ومظبط وكله بطاقتك صباحا. أستاذ 10:30 بكون أنا في المدرسة أصلا.
اه، انت تروح مدرسة بكرة ليه وعندك بكرة امتحان؟ لا لا، نحن عندنا دوام عادي، نجلس نراجع مع الأساتذة، نحل أسئلة زي كذا. اه، تمام 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 تمام. هي أتوقع الطلاب اللي يغيبوا هم حقين الخاصة وكذا عندنا يعني. اه، تمام. بس بس أنا بالنسبة لمدرستي زي ما في غياب، كله مراجعات وكذا. انا فاهم انا فاهم. طيب. المدرسة بتخلص الساعة كام؟ آه ويعني لين ما أوصل البيت، راح أوصل البيت تقريبا الساعة كده 2. أوصل البيت الساعة 2. 2. توصل الساعة 2. يعني أوصل البيت تقريبا الساعة 2 أيوة. تمام. طبعا لسه مثلا لسه تأكل شيء، هتتغدى أو تاكل شيء وتستريح شوية. ماشي. طيب ممكن يكون موعدنا نفس الكلام كده. آه يكون بس يكون متأخر أو عليك كده. طب لحظة. لحظات 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 لحظات. 2. لحظة بفتح بس المواعيد بتاعتي عشان أشوف. أنا بكرة عندي الساعة كام؟ الساعة 2. الساعة 2. من الساعة 5. تمام. طيب الساعة 2. لا، الساعة 8. إيه رأيك؟ تمام يا أستاذ كويس. تمام كده زي توقيت النهاردة يعني. بس 8 بقى يعني آه لا لا، 8 تمام كويس. صح كده. أيوة يا أستاذ. بإذن الله. وأراك على خير غدا إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا أستاذ. حبيبي ربنا يبارك لك ويحفظك. ماشي، مع السلامة.